هو إيه اللي بيحصل في السوق بالضبط؟ سوق الموبايلات في مصر بقى في حتّة تانية، بلبلة كبيرة ومشاكل كبيرة بتحصل من ساعة ما اتأكدنا بنسبة 95% إن أول السنة الجديدة اللي هو كمان خلاص كام يوم، هيتم تطبيق ضريبة جديدة على الموبايلات الدولي في مصر. عايز تعرف التفاصيل لازم تشوف الفيديو من أوله لآخره، فيديو مهم جدًا وتقريبًا في ناس كتير مستنياه. يالّا عشان ما أطوّلش عليك، تعالَ. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بين قوسين ألا وهي نترا، ده الجهاز المسؤول مسؤولية تامة عن عمليات الاتصال في مصر، يعني الراس الكبيرة اللي ماسكة جميع الشركات سواء فودافون سواء اورنج سواء اتصالات سواء سواء حتى التليفونات الأرضي، أي حاجة تخص المكالمات والشبكات الجهاز ده هو اللي ماسك. تسريبات مؤكدة بنسبة 95% خلاص الوقت أزف إن أول السنة الجديدة يا صديقي هيتم فرض ضريبة على جميع الموبايلات والإلكترونيات اللي جاية من الخارج بنسبة تصل من 24.5% ل 25%. كمية تهافت من الناس على الموبايلات وضغط من الزباين وضغط من الناحية التانية من التجار. أنا بقالي يومين عايش حالة صرع في السوق. الموبايل في ظرف بالظبط الايفون والجالاكسي الاس 24 الت وبعض الموديلات الفلاج شيب في العالم سعرها في مصر كل يوم حرفيا بيزيد بال1000 جنيه وبال2000 جنيه بسبب ضغط الزباين عايزه تنزل تشتري وتلحق تاكتف الموبايلات طبعا قبل اول الشهر اللي هو كمان 4 5 ايام تقريبا. ومن الناحيه التانيه التجار ما بقتش عارفه بتبيع ولا هتخسر. بس اللي انت ما تعرفوش يا صديقي ان التاجر قبل ما تقول لي في التعليقات ان التاجر هو اللي هيخسر، فاحب اطمنك التاجر مش هيخسر اي حاجه خالص، لان الضريبه اللي هتنزل دي هتنزل على المستخدم، يعني هتنزل على حضرتك. فهيطلع واحد تاني يقول لي لا احنا كده هنضطر ان احنا نشتري من الوكيل لان انت سعرك هيبقى تقريبا سعر الوكيل او قريب من الوكيل. هرد عليك من الناحيه التانيه واقول لك يا حبيب قلبي بس ندعي ان الوكيل يستلم، بدليل ان الاسورايس اللي موجوده عندك في مصر حتى الان ما استلمش مثلا ال 16 برو ماكس. وحتى لو استلموا وباعوا الناس، عشان في ناس ممكن تقول لي لا انا جبته من فلان او من فلان كاوثرايز يعني وكيل لابل زي ما بيقولوا، فاحب اقول لك ان هو مستلمه بطريقه غير شرعيه وراهنك مش مستلمه من ابل خالص. فانت عشان خاطر تتفادى حاجه زي كده بتضطر ان انت تنزل تشتري الموبايل قبل ما يجي عليك 1/1/2025 وتاكتف الموبايل مش تسيبه، لان انت لو اكتفته بعد 1/1 هتضطر تروح شركه نترا وتدفع ال 25%. في اقاويل بتقول طيب أنا إزاي أعرف ال25% بتوع الموبايل بتاعي هيبقوا كام؟ ففي أقاويل كده مسربة إن في أبلكيشن هينزل اسمه موبايلي، ده تسريب مش خبر أكيد. من خلال الأبلكيشن ده يا صديقي أنت هتقدر تخش بالسيريال نمبر والموديل بتاع الموبايل بتاعك، وهيقدر يقول لك إن أنت الضريبة بتاعة الموبايل ده وليكن 20,000 جنيه 25,000 جنيه. حضرتك هتبقى متوجه على شركة نترا وتقدر ان انت تعمل زي مصالحة وبعد كده يتفك لك التليفون. في اقاويل بيقولوا ان انت هيبقى معاك فترة سماح 3 شهور ان انت تعمل مصالحة وتفك الجهاز، يعني مش هيقفل منك الا بعد 3 شهور لما تاكتفه في اول شهر واحد. في اقاويل تانية بتقول ان انت مش لازم تروح نترا ذات نفسها، انت ممكن تروح شركة الاتصالات اللي انت تابع ليها عشان خاطر تعمل المصالحة دي وتفك الموبايل بتاعك ويبتدي يشتغل عادي. طيب النصيحة اللي انا المفروض انصحها لك ايه؟ هقول لك انزل اشتري دلوقتي بسرعة قبل ما القرار ده يشتغل. طب ما الاسعار بتعلى، بقول لك والله العظيم كل يوم بيعلى الجهاز 2000 جنيه، والله العظيم. ناس بتبقى مكلماني الصبح على سعر معين وبيجي بالليل او اخر النهار بيلاقي السعر زاد 1000 و2000، لدرجه ان هم لولا عارفين ان العبد لله يعني محترم شويه كان قالوا عليا ان انا بسرقهم او حرامي. فهي المشكله كلها ان الكبسه والضغط بتاع الناس اللي نزلت بتهافت كبير جدا على الموبايلات هي اللي خلت السوق مذبذب. طيب نفترض ان كل دي مع ان احنا متاكدين بنسبه 95% ان هو اكيد، بس نفترض جدلا ان ال5% دول ان البلبله دي كلها طلعت اشاعه، ساعتها هتعمل ايه؟ مبدئيا اللي اشترى بالغالي
لبس في الحيط، لان بعد شهر واحد لو القرار ده ما اتفعلش الاجهزه دي هتنزل من 5000 ل 10000. يعني اللي كانوا التاجر بط بط هيدفعوا باذن الله وز وز. تعمل ايه في حاله زي كده؟ لو انت الظروف سامحه بالنسبه لك ان انت تنزل اليومين دول تشتري الموبايل، مفيش مشكله، انزل، ربنا يعوض علينا وعليك. حابب تستنى اول السنه الجديده، كده كده التاجر مش هيشيل ربع جنيه، انت اللي هتشتري التليفون بسعره القديم وهو رخيص عادي، وهتروح تعمل المصالحه. حته ان يطلع هاكر يقدر ان هو يفك لك حاجه زي كده من غير ما تعمل المصالحه دي، مش اكيد. انا ما اقتنعش بحاجه زي كده، خاصه على الاقل في موبايلات ابل، عشان احنا عارفين ان الابل ما بيتهكرش، ولو كان بيتهكر كنا عملناها زمان. لما كانت مقفوله على شركه اورنج ايام ما كانت اسمها موبينيل، كنا بنلاقي ايفونات كتيره مقفوله على 012 وما كناش بنعرف نفكها. فلو انت مهتم بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده كله، فالفيديو ده ليك. لو تعرف حد مهتم بالموضوع ده اعمل له منشن، ما تعرفش حد مهتم وحسيت ان الفيديو هيفيد غيرك، يا ريت تعمل له شير. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات الايفون والموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول بنسعى جيدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض هتعجبك ان شاء الله. اي استفسار بخصوص المبيعات والاسعار واللازم منه هتلاقيها على موبايل تربو. اتمنى برضو ان انت تتابع الصفحه دي، هتفيدك باذن الله. حابب تشوف فيديوهات منسقه تحت بعضيها بعناوينها، هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد. استنى رسائلك على الانستجرام، واعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.